اول حاجه اي حرامي بيعملها لما بيسرق موبايلك الاندرويد انه بيقفله او بيطفيه علشان ما تعرفش تتبعه، وعشان تمنع ده لازم تعمل حاجتين. اول حاجه ادخل على settings وبعدها lock screen settings ومنها secure lock settings. جوه هنا فعل خيار lock network and security. كده لو الموبايل مقفول الحرامي مش هيعرف لا يقفل الواي فاي ولا يقفل الداتا ولا حتى يطفي الموبايل غير لما يدخل الباسورد. وده طبعا هيديك وقت كافي ان انت تستخدم find my device وتحاول توصل للموبايل قبل ما يضيع. الحاجة التانية ادخل على settings، هتلاقي مجموعة اختيارات، انزل لآخر الصفحة هتلاقي security and privacy، اضغط عليها. هتظهر لك شوية اختيارات تانية، اختار lost device protection وبعد كده اضغط على theft protection وبعد كده اضغط على قفل الكشف عن السرقة اللي هو theft detection lock. هتطلع لك رسالة تأكيد، اضغط على turn on عشان تفعل الميزة دي. الميزة دي بتفعل سنسور في حالة حرك الجهاز بسرعة في منطقة غريبة غير البيت وغير المكتب. السنسور بيقفل الشاشة وما بتفتحش إلا ببصمة الوش أو الباسورد بتاعك، وبكده هيبقى جهازك الأندرويد لسه فيه أمل إن أنت تلاقيه إن شاء الله. ربنا يحفظكم جميعا وسلام.